السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ ياك لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال دائما. ومرحبا بكم في قناه وصفات ام مريم. اليوم ان شاء الله بمناسبه عيد الاضحى بغيت نشارك معكم واحد جوج وصفات طبيعيين للعنايه بالبشره. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم كما العاده بمواد طبيعيه من قلب المطبخ. ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم وتعتمدوهم كروتين للعناية بالبشرة ديال الوجه ديالكم. الوصفات البنات يعني وصفات غير مكلفة، يعني مكونات بسيطة ممكن ديروا بها تقشير وكذلك تبييض وتفتيح البشرة ديال الوجه. والماسك يا البنات يعني عندي جوج وصفات، يعني وحده ديال التقشير والتفتيح، وحده هي مرطبه للبشره ديال الوجه كتخلينا نرطبوا الوجه ديالنا ونتحصلوا على واحد البشره اللي هي نضره غتعجبكم بزاف. المكون البنات ديال التقشير اللي هو القهوه، اي بن متواجد عندكم في المنزل، ماشي قهوه سريعه الذوبان، اي بن مطحون ممكن تاخذوا عند العطار ويطحنوا لكم، ولا تاخذوا بحال هاد الساشيات ديال القهوه اللي كيكونوا جاهزه مطحونين. وغنستعملوا معاهم واحد ملعقه ديال السكر الخشن كيكون رقيق، وغنستعملوا معاه واحد ملعقه كبيره ديال النحل يكون عسل نحل طبيعي، وغناخذوا معاه كما قلت لكم يعني مكونات بساط. وبالنسبه للماسك الثاني فيه دانون مسوس، دانون طبيعي، ونيدو غبره يعني حليب مجفف نيدو، وعندي الشوفان. يعني هذا الماسك الثاني. والاول اللي فيه القهوه هو تقشير ومرطب ومفتح ومبيض كذلك، لانه ملي تيدير لنا التقشير كيفتح لنا البشره ويعني وكتفتح ومنها راه كتكون بيضاء. يعني ملي كنفتحوا البشره بدرجات كنتحصلوا على واحد البياض على حسب كل واحد والدرجه ديال التفتيح اللي دار ليه على حسب اللون ديال البشره ديالو. والعسل كما كتعرفوا راه زوين بزاف للبشره. يعني القهوه والسكر الخشن في هاد الماسك ديال التقشير، والجبن المثلث هو اللي كيدير لنا واحد التقشير زوين. وبالنسبه للجبن كيعطينا الترطيب، والقهوه والسكر الخشن مع العسل راه كيعطينا واحد النتيجه غزاله. البنات جربوا هذا القناع والله يعجبكم بزاف وغتشكروني عليه، لانني اول مره جربته عجبتني النتيجه بزاف، ولذلك حبيت نشارك معكم الوصفه باش نتوما تفرحوا بريسكم ويعني تقشروا البشره ديالكم. ممكن تستعملوه لليدين للرجلين. بالنسبه للعنق اللي عنده الاسمرار في العنق، يعني هذا الماسك راه فعال، يعني غيعجبكم. من بعد ما كديروا الماسك الاول كديروا الماسك الثاني اللي هو مرطب وكذلك مفتح وكيغذي لنا الوجه ديالنا، لان فيه نيدو وفيه دانون مسوس وفيه الشوفان. كما كتعرفوا الفوائد ديال الشوفان للعنايه بالبشره ديال الوجه. والنيدو ودانون مسوس كيعطينا واحد البياض وواحد الترطيب وواحد التغذيه للبشره. هذا ما كان البنات، وتابعوا معايا الطريقه ديال التحضير الى نهايه الفيديو. ونتمنى دائما البنات دعموني بلي لايكات ديالكم اللي كيزيدوا يدعموني اكثر واكثر باش نجيب لكم دائما ما احسن. وكذلك بالنسبه للمشتركات الجداد اللي داخلين عندي اول مره القناه، كنقول لكم مرحبا بكم في القناه. نتمنى تنال قناتي الاعجاب ديالكم ونكون عند الحسن ديال الظن ديالكم. هذا ما كان البنات، وما تبخلوش عليا بالتعاليق الزوينين ديالكم. يعني اي وحده بغات شي حاجه تكتب لي في التعليق، واي وحده جربت الوصفه ما فيها بس يعني تشاركني يعني بالتعليق ديالها باش الناس اخرين يشوفوا التعليق ويتاكدوا من المصداقيه ديال الوصفات اللي تنعطيكم. هذا ما كان البنات، تابعوا الفيديو للاخير، ونقول لكم مره اخرى عواشركم مباركه وبسلام عليكم. الى الفيديو القادم ان شاء الله.